السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة لسلسلة الأسهل والأفضل في الفوتوشوب، في هذا الفيديو سنتعلم خطوات أسهل وأسرع طريقة لإزالة الخلفية من على الصور. تابعوني، معكم إيهاب خير. مرحبا بكم أعزائي مرة أخرى. طبعا احنا تعرفنا سابقا في عدة طرق لإزالة الخلفية الباك جراوند، وفي عدة طرق نفس الحكاية لإزالة الخلفية الباك جراوند مع الاحتفاظ بنفس تفاصيل الشعر. أخذنا مجموعة من الدروس بذلك، وموجود في اليوتيوب اللي هو بيكون غني بهذه الأشياء، موجود مجموعة من الدروس اللي هي بتقوم بعملية إلغاء الخلفية. اليوم راح أعطيكم إن شاء الله خطوة جديدة وسريعة لكيفية إزالة الباك جراوند، وهذه تستخدم أكثر شيء في نظام محلات الاستوديوهات للتصوير. خطوة جديدة وسريعة وبسيطة. أنا عندي مثلا مجموعة من الصور، راح نشوف كيف الباك جراوند الخلفية لهذه الصورة متدرجة بالألوان ومختلفة. عندي هذه مثلا نوع من الصورة، نفس الشيء بيحتوي على باك جراوند مع تفاصيل خصل الشعر، وعندي هذه نفس الشيء خلفية باك جراوند. فأنا راح أزيل الخلفية هذه بطريقة سريعة جدا. راح نبدأ بهذه الصورة مثلا. طبعا أنا عندي هذه الصورة. الخطوة الأولى اللي راح أعملها، راح أروح لقائمة الويندو، راح أختار خيار اسمه بروبرتيز. من خيار البروبرتيز بروح لخيار اسمه كويك اكشنز، بضغط عليه، راح يجيني هني مستطيل اسمه ريموف باك جراوند، بضغط عليه وبنتظر لحظات. هذه الميزة موجودة في الفوتوشوب 2023. راح يقوم بقراءة الصورة ويعطيني ذكاء اصطناعي بعملية حذف الباك جراوند. راح نشوف بعد شوي. هذه هي الخطوة بكل سهولة وبساطة وبجودة عالية. لاحظ، هذه هي الصورة وحذف لي الباك جراوند. تعال نطبق على صورة أخرى ثانية، نفس الحكاية. بروح للويندو، بختار بروبرتيز، ومن الكويك اكشنز بروح للريموف باك جراوند. بشوف هل راح يحتفظ لي بنفس خصل الشعر هذه، تفاصيل الشعر، ولا لا. راح انتظر لحظات. قام بعملية الباك جراوند. هذه هي، لاحظ، بنفس الطريقة. بروح لصورة أخرى ثانية ونجرب. هذه الصورة مثلا نفس الشيء، ريموف باك جراوند. طبعا من البروبرتيز نفس الشيء، قام بعملية حذف الباك جراوند. هذه خطوة سريعة وبسيطة لكيفية إلغاء الخلفية من على الصور. وفي الختام، الحمد والشكر لله، له الحمد وله الثناء الحسن. شكرا لكم وإلى اللقاء.